السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم يا أحلى متابعين. ازيكم، أخباركم ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة بمناسبة الشهر الكريم داخل علينا. يا رب يجي وانتم في أحسن صحة وأحسن حال. جايلكم النهاردة بيوم جديد بفيديو جديد. النهاردة بقى هعمل أكلة طبعا ما عملتهاش من زمان، ودي طبعا محبوبة لنا أكتر حاجة، فقلت النهاردة هعمل بقى ايه شوية مبروم. انا ما عملتش المبروم والله من زمان، فقلت بقى النهاردة ابدأ بقى كده. جبت دقيق، هعمل يعني حوالي 2 كيلو كده، ويعني على قد الغدا يعني. فقلت هبدأ بقى اعمل شوية مبروم كده. اللهم صل على سيدنا محمد. انا حللت الدقيق وموضباه ومعبياه. هاخد بقى على قد يعني ايه، انا المصفى اللي انا هعمل فيها المصفى مش كبيرة، يعني المصفى صغيرة. فانا هعمل دورين، يعني هعمل مرتين في المصفى. بعمل حوالي اتنين وشوية كده يعني. فقلت انا هعمل بالبركة كده. قلت بقى ايه، اقعد وانا قاعدة البابور ده بقى ناره بتبقى عالية عن البوتاجاز. قلت هعمل على البابور ده كده واعليه، عشان المبروم بيحب النار العالية. فجيت بقى كده هبدأ ايه، حطيت شوية مية على شوية ملح، يعني حوالي كوبايتين كبار كده مية، وعليهم شوية ملح. وهبدأ بقى ايه، ابرمه كده بقى ايه. في بيعمل في الكبة، بس انا بعمله على ايدي كده، يعني بعمله كده وبيطلع والله يعني بيطلع مبروم كويس، احسن من الكبة كمان. فقلت بقى ايه، اقعد اتسلى كده وانا قاعدة في الدفا. الجو بره فوازع وهوا. فقلت لا، ده انا هولع البابور يدفي المطبخ. حطيت اللحمة على شوحتها وزودتها على البوتاجاز، وهقعد بقى ايه، عشان طبعا عايزة الشوربة الاول، عشان اللحمة تستوي، واخد شوية شوربة ارد بيهم المبروم يعني. فكده ارشرش بقى رش خفيف كده، يعني المهم ان انا ارش المية رشة خفيفة، وايدي تقلب، ايد ترص وايد تقلب على طول، عشان يطلع كده ايه مبروم كده كويس ويشرب المية ديت. عشان لازم ما يكونش فيه دقيق، اهم حاجة ما يكونش فيه دقيق، وما يكونش برضو حاجة مكلكعة. فبقى ايد ترص وايد تقلب على طول كده. ما شاء الله، يعني بجد اسهل حاجة تتعمل هو المبروم، اسهل حاجة. على ما تحط المية تغلي، على ما اكون برمت تكون المية غلت. فالنهاردة قلت لا، انا ما عملتش من زمان مبروم، فانا هعمل بقى النهاردة بجد. يعني كله قال لا، احنا مش الرز كل يوم ومكرونة كل على طول وكده، فتغيير بقى كده. وبصراحة انا بحبه عن الرز، بيكون خفيف وبيكون حلو لما بيتعمل طريقة صح. بيطلع خفيف وبيطلع طعمه جميل. فكده بقى ايدي بقى شغالة الاتنين، ارص كده بايد واقلب بايد، ما ينفعش ان انا ارص من غير ما اقلب على طول. فدي بقى يعني ما شاء الله، احنا كنا بنعمله الاول كمية كبيرة. يعني الاول زمان بقى كنا، امي الله يرحمها كان بتعمل فيه طشت كده ألمونيا كبير، كان بيبقى مليان. يعني كانوا مش بيعملوا بالكيلو، لا كانوا بيعملوا بالصفيحة. والمصفى اللي هي زمان، المصفى اللي هي كانت فيه مصفى كبيرة كده، بيحطوها على حلة برضو، ويعملوها يعملوها كده بالعجين من الحروف. كانت بتعمل كمية كبيرة. بس بصراحة كنت بحب المبروم، يعني المبروم أصلا بيبقى طعمه حلو. فلا احنا بقى على أيامنا بقى بنعمله. أنا لما بعمله هخزن بقى وأحطه في الفريزر. بعمل كمية، وبعدين أحطه في المصفى وأرده تاني مرتين، وبعدين أخليه يبرد وأعبيه في أكياس. واما اجي بقى اطبخ بسحب منه كيس بكيس على قد الطبخه كده. بس انا قلت هو بياخدش برم حاجه، طب ونحطه في الفريزر ليه؟ طب ما هو سهل يعني. يعني مسافه الميه ما بتغلي بيكون الواحد برم 2 كيلو 3 كيلو بسرعه، ما بياخدش وقت والله. فالمهم نركع البرمه بقى، البرمه الحلوه بتطلع المبروم كويس، عشان طبعا ما يبقاش فيه دقيق.
لازم ابرم جامد بقى حلو كده، يبقى كله متشرب ببعضه ومفيش اي دقيق ولا فيه كلكعة ولا فيه اي حاجة. فبجد انا بحب اعمله بصراحة. فكده بقى ابرمه كده كويس على ما تكون المية تغلي عشان احطه على المصفى. عملت حتة قماشة كده، زي يعني عملتها خيطتها كده، عملتها زي بياضة المخدة. احط فيها المبرومة عشان طبعا المصفى ما احطش فيها على ارضية المصفى على طول، لا احط في حتة قماشة، اي حتة قماشة ما تكونش بتستعمل كده، يعني تكون قطن، ما تكونش حاجات يعني فيها حرير ولا حاجة، عشان البخار يطلع، عشان البخار هو اللي بيسوي المبروم. فكده بقى ما شاء الله كده بقى قعدت بقى كده، والجو بقى ايه، انا مبسوطة بالقعدة دي. انا قلت اقعد وانا قاعدة كده عشان الجو يبقى دافي، والبابور انا البابور ناره عالية جامد، فانا قلت انا هعمل على البابور احسن عشان يبقى حلو يعني. حطوا لايك بقى واشتراك، متابعيني في كل مكان، متابعين طبخة هنية تكفي 100. جدعانوا بقى كده، واللي مشتركش اشترك مع طنط هويدا يا احلى متابعين. متابعيني في جميع الدول العربية وفي مصر وخارج مصر وفي جميع العالم كله، كل سنة وانتم طيبين بشهر شعبان، وربنا يبلغنا رمضان إن شاء الله على خير وعلى صحة وسعادة يا رب، اللهم أمين. كله طبعا بقى بيستعد الشهر الكريم، وده أحلى شهر أحلى شهر، وشهر شعبان ورجب بجد من أحسن الشهور. يعني تحسوا كده إن ما شاء الله يعني كل الدعاء بيستجاب فيهم، واللي عايز يدعي لأي حاجة بقى وعايز ربنا يحقق له، هو ربنا معانا في كل الأيام وفي كل الشهور، بس الشهور 3 شهور دولت الدعاء مستجاب أكتر وأكتر فيهم. فربنا إن شاء الله يتقبل مننا يا رب، ويتقبل دعاكم ويشفي كل مريض، وينجح الطلبة وما يضيعش لأي حد تعب يا رب. فدي من أجمل الشهور، شهر شعبان ورمضان ورجب، أحسن شهور. والأيام بصراحة بتجري بسرعة، وشعبان معدي بسرعة جامد. وإن شاء الله كده ربنا يبلغنا رمضان وإحنا بخير وبصحة وسعادة يا رب. وطبعا كله بقى مشغول الأيام دي، بقى كله عمال بقى يستعد. طبعا أنا بحب الأيام ديت، وبحب دخلة رمضان علينا كده بنكونوا طبعا أي حد بقى بيجهز بيته، بيجهز حاجته، استعداد بقى رمضان. بتبقى من أحسن الأيام والله بجد. يعني أنا بحب قبل رمضان واستعدادات رمضان، وفي أواخر رمضان بقى اللي هو في العيد كده ببقى زعلانة على رمضان. يعني رمضان ده حاجة حلوة حلوة وما شاء الله بيبقى كله سعيد كده. ربنا يسعد أيامكم كلها يا رب، وما يجيب لكمش حاجة وحشة، ويبارك في أولادكم، ويجي رمضان وانتوا سعداء إن شاء الله. ربنا يا رب كده يتقبل مننا، وإن شاء الله يقدرنا على كل حاجة كويسة في رمضان. وإن شاء الله يعني نصوموا كده ونصلوا وندوا رمضان حقه، لأن رمضان كل واحد بتابع ما هو يعني إيه، بياخد على قد عمله فيه. يعني اللي يجتهد طبعا بيكون ربنا بيديله أحسن وأحسن، وكل واحد على قد ما هو يعني ايه. يعني مفروض ان احنا مسابقة في رمضان كده، للي يجيب درجات احسن، للي يصوم كده باحتساب وما يجيبش سيرة حد وما يتكلمش على حد. ده طبعا احسن حاجة. يعني المفروض ان كل واحد يحافظ على صيامه. الكلام ده ولا بيودي ولا بيجيب، بس ان هو بيشيلنا ذنوب وخلاص. لكن لو حافظنا كل واحد يحافظ على قد ما يقدر
على صيامه. ربنا يتقبل مننا جميعا، واللي يقدر بقى يحفظ قرآن، يقرأ قرآن، يحافظ على صلاته. فربنا بيدينا بقى ايه، على قد عملنا. فربنا ان شاء الله يا رب ينول كل واحد، ويقدر كل واحد على الصيام وعلى الصلاة وعلى الأيام المفترجة ديت يا رب. وإن شاء الله ربنا يقدرنا يا رب كده، ويجعله رمضان سعيد علينا وعليكم، اللهم آمين. كده كده أنا جبت الديارة ديت بقى أبرم بيها تاني. يعني أنا بحط المبروم في الديارة وأقعد أبرم فيها كده، مش بهز، لأ ده أنا ببرم، بلف المبروم فيها كده فبيتبرم، ما بيبقاش فيه بقى ولا دقيق ولا أي حاجة. يعني ما بيطلعش معايا حبة حاجة مكلكعة ولا أي حاجة. هو كل اللي أنا عملته هو كل اللي نزل من الديارة ما شاء الله. يعني ما بخليش حاجة لا تعجن ولا أي حاجة، بيطلع ما شاء الله. واخد شوية من اللي تحت انزل بيهم شوية اللي فاضلين دولت، ابرمهم برم كده عشان ما خليش اي حاجة. وهو ما شاء الله يعني المية على قد الدقيق، وما طالما مبروم كويس بيطلع ما فيهوش دقيق ولا اي حاجة، زي الكبة بالظبط. يعني بيبقى زي الكبة واحسن كمان من الكبة. اللي ما عندوش كبة بيعمل بايده، يعني اللي وده متاح وده متاح. فبصراحة كده طالع ما شاء الله مفرفر وجميلة. فالمية كده بقى بتاعت اللي انا احط عليها المصفى، على ما كنت يا دوب انا خلصت برم كانت المية غلت. هحطه بقى في المصفى. شوفوا بقى مفرفر ازاي، مفرفر الحبة مش ماسكة في الحبة ما شاء الله والله بجد. يعني اهو اللي ما عندوش كبة بقى بيعمل ايه، اهو زي الكبة بالظبط. ايه رأيكم كده؟ وسهل وما بياخدش، والله ما بياخد اي حاجة، يعني في ثواني. يعني وانا قاعدة كده في ثواني نحطه في الفريزر ليه ونطلعوه ونفكوه. طب ما اليوم اللي عايزين فيه مبروم نعمله شوية على ما تكون المصفى غلت بواخد كده طلعت بخار، يعني نكونوا برمناهم بدل ما تسحمي الفريزر على الفاضي وتحطي وتطلعي. لا والله ما بياخدش حاجة بصراحة. ما شاء الله ممكن تعملي اليومين، يعني تعملي وانت بتعملي مبروم هيكفيكي يومين، تكتري شوية يبقى بتاع يومين بدل ما اطلع من الفريزر يعني. فكده بقى هعبيه في الحتة اللي انا عاملاها له، واحطه في المصفى عشان الحتة ديت بتخلي المبروم ما بياخدش مية من المصفى، من ارضية المصفى. وبنقص المية في الحلة شوية، ما بخليهاش طايلة المصفى عشان ما يطلهوش مية، يبقى البخار بقى هو اللي طالع على طول على المبروم. فكده بقى ايه، هعمل على دورين بقى، لان عشان المصفى مش كبيرة هعمل دور تاني. انا هحط دور تاني في المصفى، يعني بعد ما افض ده ارده بشوية شوربة. هحط بقى دور تاني، لان انا بعد حوالي هسيبه كده حوالي ساعة الا ربع كده على النار. بس كل شوية بقلب المبروم بمعلقة كده، اقلبه كويس، وبعدين اكون بردت شوية شوربة ارد بيه كده بقى ايه. هقلب بقى كده وارده بقى كده، هرده بشوية شوربة. يعني بعد ما قلبته كده ورديته بشوربة، سبته برد شوية ورديته بمطبقية شوربة. بجيب حتتين زبدة واحطهم على الوش كده. دي طبعا مش ان انا هبسه بيها، لا ده انا دي بحط دي بقى بتخلي المبروم مفرفر وبتخلي طعمه جميل. دايما كده بجيب حتتين زبدة وهو في الاواخر كده، وهو قبل ما ينزل من على النار، واحطهم على وش المبروم. وبعدين قبل الاكل على طول هو سخن بحط بقى ايه زبدة كده. ما شاء الله يعني خلاص هو خلاص استوى كده، عشان احط الدور التاني. انا خلصت ده عملته دورين، رديته مرتين، ده خلاص استوى. هحط بقى الدور التاني عشان احنا دلوقتي ده انا هبس ده بقى واحط له الزبدة بتاعته عشان الغدا. والدور التاني هحطه على النار حوالي هيغيب حوالي ساعة الا ربع كده،
ده بقى هيتعمل براحته بقى، لان التاني مش هنعوزوه النهارده بقى هيبات. فانا بحش شويه بقى كده عشان عايزين شويه بسكر يعني، فقلت اشيل شويه من غير ما احط لهم ملح وفلفل عشان هيحطوا عليهم سكر. وهحط بقى الدور التاني بقى كده، لان الدور التاني بقى على ما نتغدوا ونخلصوا غدا هيكون خلاص ايه، استوى. لانه هيبات بقى، مش عايزينه النهارده يعني، هيفضل بقى ان شاء الله نعيشنا كده لبكره. كده هفضيه بقى كده واسيبه بقى حوالي ساعة الا ربع كده لغاية ما نتغدوا ونشربوا الشاي. هطفى عليه بقى كده وخلاص هو استوى. احط له الزبدة بتاعته واشيله في حلة بقى الايه، لما يبرد بقى ودخله التلاجة بقى. يعني ايه منين بقى ما يعوزوا اي حد يعوز بقى ياكل يتعشى يتغدى بكرة يعني، بيبقى موجود بقى. كده جبت الزبدة ما شاء الله وشوية فلفل، احط شوية فلفل اسود، الفلفل الاسود بيخلي المبروم طعمه حلو، وشوية ملح. واقلب بقى الزبدة هو سخن كده، الزبدة بتسيح. بس انا عايزة اسيح يعني. انا فكرت بعد ما حطيت قلت لا، ما انا افكها شوية على النار واحطها على طول عشان تدوب يعني على طول، رغم ان المبروم سخن جامد يعني بتسيح برضه. فاللي قلت هسخن شوية، هفك شوية زبدة واحطها عليه عشان احط الغدا بقى خلاص يعني كده. ما خدش حاجة يعني، ما خدش كل الحكاية. نص ساعة كل دور نص ساعة على النار يعني، خد ساعة على النار. وطبعا انتوا شايفين ما بياخدش في البرم اي وقت ولا اي حاجة ولا مجهود ولا حاجة خالص. حطوا لايك بقى، واللي مشتركش يشترك مع طنط هويدا. طبخة هنية تكفي 100. جدعانوا بقى، انا القناة نازلة خالص مفيش مشاهدات عليها. انا عايزاكم بقى تتجدعانوا وتشجعوا طنط هويدا وجميع متابعيني حبايبي. يلا شد حيلكم بقى معايا عشان نرفعوا القناة ونفعلوها. يعني القناة نازلة والله، وانا زعلانة لان المشاهدات نازلة الايام دي. انا كنت الاول انزل الفيديو ما شاء الله الاقي التعليقات والاقي المشاهدات عالية. دلوقتي مش عارفة. جدعانوا بقى مع طنط هويدا كده، ارفعوا القناة تاني كده يا احلى متابعيني في كل مكان. شوفوا فيديوهات كده عشان ابص الاقي كده مشاهدات عالية والاقي اللايكات كده. جدعانوا كده مع طنط هويدا يا احلى متابعين. كده حطيت الزبدة، فكيت الزبدة وحطيتها ما شاء الله. الزبدة دي انا عاملاها مع اللبن والجبنة القريش، الفيديو اللي انا كنت عاملاه. خضيت القشطة وطلعت منها الزبدة ديت، نزلت لكم فيديو بيه وعملت جبنة قريش. فالزبدة دي ريحتها وطعمها جميل ان شاء الله يعني. ربنا يقدرني كده واعمل شوية قبل رمضان. دي الزبدة دي بقى بتكون في المبروم لها طعم تاني يعني، عشان صبحة. الحاجة الصبحة بتبقى حلو. كده بقى احط الغدا واسيب المصفى بقى شوية كده يعني حوالي نص ساعة، ساعة الا ربع كده يستوي كويس. وكل ما بيستوي كويس بيبقى حلو. وبعدين بعد الغدا بقى ده بشيلها واطفي عليه بقى كده. والله عايزة اشتري مصفى اللي هي بتاعت المبروم دي بتريح لو هتعملي عدد كبير. كان عندي المصفى بحلتها ديت المبروم ما بياخدش سوا فيها خالص عشان ما فيش بخار بيطلع بره المصفى. فانا والله نفسي اشتري واحدة بتريح يعني، احط فيها المبروم كله وما فيش بخار بيطلع ولا من هنا ولا من هنا. بتستوي المبروم بتخليه حلو. فان شاء الله كده يعني نفسي بقى اشتريها ان شاء الله يا رب. اجيب حلة مبروم. انا كان عندي حلة بتاخد اكتر من 5 كيلو او 6 كيلو مبروم والله. كانت حلة حلوة بس باظت بقى لان كان بقى لها فترة من زمان عندي. فان شاء الله كده اجيب واحدة جديدة ان شاء الله. ربنا يسهل اجيب واحدة يعني ايه، بمصفتها كده عشان ما بتاخدش اي وقت في السوا وبتطلع المبروم ما شاء الله يعني حلو.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وبعدين المبروم ده في رمضان بتبقى الحاجات دي في رمضان مخروطة، والمبروم بتبقى بتفتح النفس كده وبتبقى حلوة بجد والله. انا بحبه في رمضان اكتر حاجة، بحب المبروم والمخروطة كده بيبقى على الفطار. بيبقى حاجة يعني بتفتح النفس. فكده بقى احط الغدا ما شاء الله يعني، شوفوا مفرفر وحلو ازاي عشان مستوي كويس والزبدة بتاعته صبحة. عملت لحمة في دمعة، بنقول عليها دمعة يعني هما بيقولوا صلصة. انا عملت اللحمة كده في الدمعة ديت وشوربة وطبق سلطة. وتفضلوا بقى الغدا معانا يا احلى متابعين. ايه رأيكم في المبروم بقى؟ حط لايك لطنط هويدا يا احلى متابعين. كده هقلب قبل ما اروح للغدا، انا وديت الغدا خلاص بقى هناك وقلت لهم يلا انا جايه هقلب بس المصفى التانية عشان تستوي بقى ايه، وهو متقلب كده بيستوي كويس. فكده بقى هغطي عليه وبعد احط له حتتين زبده بقى، يعني لازم احط له حتتين زبده كده بيخلوا المبروم حاجه تانية خالص. جربوا الطريقه دي. وبعدين طبعا هنحط زبده تاني بعد ما ساعه ما نشيلوه من على النار على طول بنحط له زبده وفلفل اسود وشويه ملح. بس كده المبروم سهل وحاجه سهله خالص ومفيش حاجه. قلت بقى خليك بقى استوي على ما نتغدوا واجي اشيله بقى من على النار. وحطوا لايك واشتراك لطنط هوايدا.